توسعة المطارات لاستقبال المشجعين. تستعد المملكة المغربية لتوسيع مرافق مطاراتها بتكلفة تتجاوز 5 مليارات درهم، وذلك استعداداً لاستقبال 37 مليون مسافر خلال سنة 2030 في إطار الملف المشترك لتنظيم كأس العالم مع كل من إسبانيا والبرتغال. وحسب المعلومات المتوفرة، سيتم تخصيص ميزانية قدرها 1,898 مليون درهم لبناء محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا، و305 ملايين درهم لتطوير منطقة T1 و T2 كمنطقة جديدة للوصول بمطار محمد الخامس، بالإضافة إلى تطوير مطار تطوان بتكلفة 61 مليون درهم، وتحسين البنية التحتية لمطار الحسيمة بتكلفة 263 مليون درهم. وفي السياق ذاته، تم تخصيص ميزانية قدرها 1,464 مليون درهم لبناء محطة جوية جديدة بمطار طنجة، و1,688 مليون درهم لتوسيع المحطة الجوية رقم 1 بمطار مراكش، وتحسين المحطة الجوية لمطار أكادير بتكلفة 1,392 مليون درهم. بالإضافة إلى تخصيص 212 مليون درهم لتطوير البنية التحتية المطارية لمطار الداخلة، و278 مليون درهم لمخطط المديرية للشحن الجوي، و4 مليارات و500 مليون درهم لبناء محطة جوية جديدة بمطار محمد الخامس الدولي.